صباح أو مساء الخير حسب التوقيت المحلي لأوضتكم يا كباتن. أهلا بيكم في دكان كورة والحلقة الأولى من سيزون أندية منسية. النهارده هنتكلم عن شواكيش مصر، نادي الترسانة أو الشواكيش. في سنة 1921 جه واحد إنجليزي مجنون بالكورة اسمه الميجر سلاوتر. الميجر سلاوتر ده كان بيشتغل رئيس مجلس إدارة شركة الترسانة البحرية في مصر. وقتها الكورة كانت انتشرت في مصر وبقى الجميع بيمارسها، وبدأت كمان تبقى رياضة شعبية. وفي ساعة عصاري كابتن ميجر أو السير ميجر كان بيتمشى على النيل وشاف العمال بتوع الترسانة وهم بيلعبوا كورة، ففكر وقال أنا بحب الكورة والعمال بتوعي بيحبوا الكورة، طب ما أنا أعمل لهم نادي كورة. وفعلا سعى عشان يعمل فكرته وجري على بولاق وأسس النادي وسماه نادي الترسانة أو الترسانة. ويا دوبك هم سنتين ويكسب أول بطولة ليه في كاس مصر بمسماه الجديد، وعشان يعرف الكل إنه مش جايين يهزروا. وبعد 6 سنين بالظبط الترسانة ياخد تاني كاس ليه، وبكده وفي ظرف 10 سنين الترسانة ياخد لقبين. مع إنشاء الدوري المصري سنة 1948 يشارك الترسانة في الدوري وينافس النادي الأهلي لكن يحصل على المركز الثاني. وفي الموسم اللي بعده الترسانة يشارك برضه في الدوري ويوصل لمباراة فاصلة قدام النادي الأهلي بس يخسرها بنتيجة 2-1 وما ضيعش وقت كتير ويروحوا لبطولتهم المفضلة كاس مصر في سنة 1950 ويقابل مين؟ طبعا الاهلي يروح ماسك الترسانة ويقول له بصراحة انا تعبت منك، تاخد ال6-0 الحلوين دول وما اسمعش حسك تاني. الفريق ما بييأسش وبعد 3 سنين يقابل النادي الاهلي تاني ويكسبه وينتقم منه باكبر نتيجه بين الفريقين 6-2. اما في مشوار الكاس فالترسانة يقدر يحصل على لقبه التاني بعد ما يقابل الزمالك في نص النهائي ويكسبه بنتيجه 1-0 ويروح للنهائي ويقابل المصري البورسعيدي ويكسبه بنتيجه 4-1. العفاريت الزرق، ليه يا ترى اسمهم العفاريت الزرق؟ ده كان بسبب التيشيرت القديم اللي كانوا بيلبسوه وكان لونه ازرق. نرجع للدوري بقى، رغم ان هم كسبوا الاهلي والزمالك والمصري البورسعيدي وبنتائج كبيره الا ان الدوري فضل عقبه في طريقه. وفي الوقت ده الترسانة كان معروف ان هجومه جبار جدا، يعني في اخر 6 مواسم من موسم 53 ل 60 لك ان تعرف ان هداف الدوري 4 مرات بيطلع من الترسانة، منهم مرة الكابتن عبد النبي و3 مرات لكابتن حمدي عبد الفتاح. وفي سنة 58 بيتنقل نادي الترسانة لمقره الجديد اللي في 100 عقبة ونبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الشواكيش. ليه بقى اسمهم الشواكيش؟ انا اقول لك. في ماتش من ماتشات الاهلي والترسانة كان في مدافع اسمه فؤاد جودة عمل تاكلينج جامد جدا على رجل صالح سليم وكسره. حركه زي دي ما تفوتش على الاستاذ نجيب المستكاوي والاستاذ عبد المجيد نعمان رحمه الله عليهم، فراحوا مسميين كابتن فؤاد جودة الشاكوش. ومن وقتها طلعت الشواكيش على كل لعيبه الترسانة. ويوصل الترسانة للدوره الرباعيه لتحديد بطل الدوري. الدوره كان بيبقى فيها الاهلي طبعا والزمالك ومعاهم كمان نادي القناه. في الماتش الاول الترسانة يهزم الاهلي بنتيجه 2-1 وفي ماتش الزمالك يبقى فايز بنتيجه 3-2 ويتعادل 3-3. اما في الماتش الاخير قدام القناه فالترسانة بيكسب بنتيجه 2-1 ويفوز أخيراً بلقب الدوري. الكلام ده حصل تحت قيادة فنية كابتن كمال الشيوي ولاعيبة كبار زي مصطفى رياض وبدوي عبد الفتاح وفؤاد جودة والهداف كابتن حسن الشاذلي واللي حط لوحده 29 هدف في الموسم ده وحققوا المستحيل وكسبوا الدوري. ولو رجعنا تاني لبطولة الشواكيش المفضلة في كاس مصر في سنة 56 الترسانة بيواجه المحلة في قبل النهائي وكابتن الشاذلي بيجيب لوحده 4 أهداف في الماتش ده والفريق يصعد للنهائي ويواجه السويس الرياضي ويفوز عليه بنتيجة 4-1 ويحقق لقب الرابع في كاس مصر. في بقى واقعة مشهورة في أواخر الستينات كده حصلت ما بين الأهلي والترسانة. جمهور الأهلي اتهم الترسانة والإسماعيلي بأن هم بيفوتوا ماتشات لبعض. يعني مثلا الترسانة والإسماعيلي قابلوا بعض في الدوري فالترسانة خسر قدام الإسماعيلي رغم غياب كابتن علي أبو جريشة في الماتش ده. وفي كاس مصر الإسماعيلي يخسر قدام الترسانة علشان يأكد الإشاعة اللي كانوا جماهير الأهلي مطلعينها عليه. وفي قبل النهائي الترسانة برضو كمان بيكسب الأهلي عشان يبقى حرمه من الدوري ومن الكاس كلاحة كروية على قديمه. وفي النهائي بيواجه الأولمبي ويكسبه بنتيجة 1-0 ويفوز بلقبه الخامس في كاس مصر بالتخصص. اللي ضحك بقى ان كابتن محمد ابو العز في لقاء تلفزيوني قال ان مكافآت الفوز بكاس مصر الخامس بالنسبة للفريق كانت 36 جنيه واتاخدوا كلهم فكة. تعدي السنين ويتوقف الدوري بسبب الحرب ويعتزل كابتن مصطفى رياض وكابتن حسن الشاذلي. وفي سنة 74 وبعد عودة الدوري الترسانة بيواجه شبح الهبوط لأول مرة
وفي مشهد درامي بحت بيرجع كابتن حسن الشاذلي وكابتن مصطفى الرياض لإنقاذ الموقف، بس الهبوط ما سابش الشواكيش في حالهم وفضل زي القضا المستعجل يطاردهم لحد ما يجي موسم 82 و83 ويهبطوا للدرجة الثانية، بس ما يطولوش، وفي موسم 85 يرجعوا للدوري تاني ويخلص الدوري وهم في المركز السادس. وفي كاس مصر في بطولة الترسانة المفضلة الفريق يقدر يوصل للنهائي ويواجهوا غزل المحلة ويفوزوا عليهم ويحصلوا على لقبهم السادس في الكاس، وبسبب اللقب ده الترسانة يتأهل لأبطال الكؤوس الأفريقية، وفي الدور الأول بينتصروا على موكارا فيكتوري الرواندي ويتأهلوا للدور اللي بعده ويواجهوا الترجي لكن يخسروا بمجموع اللقاءين بنتيجة 2-0 ويتحول الفريق لكاس الكؤوس العربية. وفي قبل النهائي بيواجهوا اتحاد جدة السعودي وبيخسروا بنتيجة 1-0. وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بيخسروا قدام شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1. وهنا بيتأكد للترسانة ان الدولي غير الدوري، لكن في المجمل الموسم ما كانش بطال لدرجة ان هم خلصوا في المركز الثالث فوق الاسماعيلي وفرق نقطة واحدة. وفضل الفريق بعدها في دوامات مع الهبوط والصعود لغاية سنة 2009 لما الترسانة ياخد بعضه وينزل على الدرجة الثانية وما نشوفوش تاني. لكن زي ما بنقول ان احيانا بيجي وسط العتمة شوية نور. في موسم 2016 الترسانة بيوصل لمباراتين فاصلتين قدام الشرقية لتحديد الصاعد الى الدوري الممتاز. الفرقتين بيخلصوا الماتشين بنتيجة 0-0، كل فريق فيهم خايف يهاجم التاني لا يلبس جون، لغاية ما بنوصل لضربات الجزاء المضحكة والشهيرة. بتيجي الضربة الخامسة لنادي الشرقية ويصدها كابتن مصطفى جابر، وعشان المشهد يبقى درامي بحت يقرر مصطفى جابر ان هو يخش يشوط الضربة الأخيرة للترسانة ويضيعها، وبعد ضربة وضربة بتصعد الشرقية. ليه كابتن مصطفى ما كانت ماشية فيضيع حلم الصعود بسبب كابتن مصطفى. الترسانة قدر يخرج نجوم كتير عبر التاريخ، واحد زي كابتن حسن الشاذلي والملقب بالمدفعجي صاحب 173 هدف في الدوري واللي فاز بلقب هداف الدوري 4 مرات، منهم موسم واحد أحرز 34 هدف. لا تقول لي هالاند بقى ولا رونالدو، مع كامل الاحترام للناس دي طبعا. او واحد زي مصطفى رياض صاحب 122 هدف، وكان الاستاذ نجيب المستكاوي مطلع عليه لقب ابو غزاله، ومره سماه كابتن مصطفى اوفسايد لانه في موسم واحد وقع في بسيط التسلل 27 مره. ومحمد رمضان نجم الاهلي، كابتن علي ماهر، محمد عبد الواحد، وبدأوا عبد الفتاح، واخيرا معشوق القلوب كابتن محمد ابو تريكه. الترسانة يمكن مش نادي جماهيري او نادي كبير، ولا حتى اعرف ان كان في حد لسه بيشجعه لغايه دلوقتي ولا لا، بس الترسانة بداياته في الدوري كانت تؤهله انه يكون واحد من الانديه الكبيره اللي بتزاحم على اللقب، بدل الدوري بيحصل عليه فريق واحد واحيانا من بعيد بيزاحموا عليه فريق تاني. امتى بقى نرجع نشوف الترسانة في الدوري تاني ونشوف ديربي ميت عقبة، الديربي الوحيد في العالم اللي مش بس نفس المنطقة ولا نفس المدينة، ده كمان نفس الشارع؟